سلام خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وقناتكم ندى شانيل. الا كنتوا زوار جداد للقناه فما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش تبقاو ديما توصلوا بجديد القناه. لايك للفيديو فضلا وليس امرا، وتعليقكم بخصوص الموضوع. ابتسام باطمة تدخل على الخط وتوضح سبب حذف اغنيه خربوشه، فخليكم معايا باش تعرفوا التفاصيل. في ظل الجدل القائم حول أغنية خربوشة للفنانة دنيا باطمة، حيث تم تسريبها سابقا من طرف طليقها محمد الترك، ليتم حذفها بعد ذلك من طرف منصة يوتيوب. اكتفت دنيا باطمة بالصمت ولم تتفاعل مع الواقعة، ليتبين أن السبب هو أن فئة من الجمهور الجزائري بلغت عن الأغنية بسبب توظيف صورة للسياسي والقائد التاريخي الجزائري الأمير عبد القادر. في الفيديو الخاص بها بدل القائد المغربي عيسى بن عمر العبدي الشخصية التاريخية المذكورة في العمل الأصلي. وفي خضم هذه الأحداث خرج طليق دنيا باطمة يوم الاثنين بتصريحات مفاجئة مؤكدا أن الأغنية سيتم حذفها من اليوتيوب، موضحا أن له الحق في تسريبها لأنه يملك حقوق نشرها، كما هددها بتسريب أغنية أخرى. وفي هذا الصدد دخلت شقيقة الفنانة دنيا باطمة ابتسام باطمة على الخط، وحرصت على توضيح سبب حذف الأغنية نيابة عن شقيقتها عبر حسابها الرسمي بإنستغرام. كتبت ابتسام باطمة ستوري اللي فيها واحد توضيح فقط بالنسبة لأغنية خربوشة. الفيديو اللي تحط السيد اللي صايبو ما كيعرف لا عويسة في وجهه لا الأمير عبد القادر. السيد لقى مقال فيه الصورة، هز الصورة وحطها، ما دارهاش بالعاني. الغلط كيوقع دابا الطامه الكبرى هي وحدين اللي حاشا واش يكونوا مغاربه مشاو كيحرشوا الجزائريين في جروبات غير ضد في دنيا باطمه، ما همهم لا صوره ولا غيره. خربوشه تراث مغربي والفن رساله جميله، لا داعي للفتنه وكثره التخربيق. انا كتبت هادشي للتوضيح حيت شي كيشرق وشي كيغرب وشي طاقيني من هنا وشي كيطاقيني من هنا. كما أرفقت ابتسام باطمة تدوينتها بالمقال الذي أخذت منه الصورة المستعملة في الفيديو، مضيفة: هالمقال اللي اتخذت منه الصورة، نتمنى تكونوا فهمتوا. فكان هذا هو التوضيح اللي خرجت به ابتسام باطمة نيابة عن شقيقتها دنيا باطمة، اللي ما خرجت بحتى شي توضيح أو تفسير، فهي كتلتزم الصمت. فابتسام باطمة كتبت ستوري عبر حسابها في انستغرام بأن السيد اللي صايب الفيديو ما عرفش عيسى في وجهه، وكذلك ما عرفش الامير عبد القادر، هو غير لقى الصوره في مقال وهزها وحطها في الفيديو. وقالت بان المغاربه مشاو حرشوا الجزائريين في الجروبات باش يديروا حملات ديال سينيال على الاغنيه، وفعلا كان تبليغات على الاغنيه، واليوتيوب حذف الاغنيه نهائيا من المنصه ديالو. فهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. شكرا لكم على المشاهده، الى اللقاء مع فيديو قادم ان شاء الله.